ألعاب الطفولة. على الرغم من التطور التكنولوجي الرهيب إلا إننا نقدر نقول إن أسعد جيل بألعابه هو جيل الثمانينات، وده لأن ألعابه كانت مصرية خالصة زي النحلة والبيلي، وما نقدرش ننسى طبعا حمادة خالص. كل واحد فينا كان في عز ما هو مخنوق ومش قادر يذاكر ومش عايز يفتح كتاب، يلاقي أبوه داخل عليه وماسك الطشت وماسك حمادة ويملى زنبلك حمادة، يقول له بص اتفرج على حمادة كويس، ذاكر وانجح وهات مجموع واخليك تروح في الصيف تعمل زي حمادة. وبعد ما الواحد يذاكر وينجح ويطلع عينه طول السنة فيروح لباباه، بابا 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 أنا نجحت يا بابا، مش هتوديني بقى أعوم زي حمادة؟ يقول له الطشت عندك جوه خش املاه. ألعاب الطفولة كانت كتير جدا وكانت كلها بتعلمنا حاجات مفيدة، زي لعبة السمك دي مثلا. معروف إن الصيد بيعلمنا الصبر والتأني، لكن لعبة السمك دي بتعلمنا السيطرة على أعصابنا وضبط النفس. كل ما تحطها مرة ما تصطادش، وما ينفعش تتغاظ أو تتنرفز أو تتعصب، وده كان بسبب إن المغناطيس ما بيبقاش شغال. مش عيب فيك أبدا، اصطادي بقى. شوت بقى. قبل اختراع البلاي ستيشن كان في اختراع اسمه الاتاري، وما كانش بيشتغل باسطوانات، كان بيشتغل بشرايط. لو واحد من بتوع اليومين دول شاف الاتاري بتاع زمان هيفتكروا دفايه. الاتاري ده كان كله لعب ممتعه. عندك مثلا لعبه كابتن ماجد، دي كانت محور حياتنا الصيفيه. بغض النظر عن كابتن ماجد كان على طول بيجري في جنبه. وفي لعب ممتعه ثانيه كتير زي الطيارات والعربيات، ولعبه الحرامي اللي كنت بتطلع في الاسانسير وتنزل على السلم وتقوم ماسكه. وطبعا كان حرامي غبي لان كل ليفل كان بيستخبى في نفس المكان. ولما دخل المسدس عالم الاتاري عمل قلبان، لان كان في لعبه انك تنشن على البطه تموت، الكلب بتاعك يروح يجيب البطه ويفضل يلم لك البطه. الكلب يعني كان رايح جاي رايح جاي، عارف؟ حتى لو نشنت على اخوك برضه الكلب هيروح يجيب البطه. واللي فاكر ان الايباد نزل مصر بس في اخر 10 سنين اقول له لا يا حبيبي، الايباد من زمان، من الثمانينات، والدليل اهو. وزي ما لبن الام مفيد جدا للطفل في اول سنتين من حياته، هكذا ميه مسدس الميه مفيده جدا للطفل في اول 10 سنين من حياته. لا وتلاقي امك بقى انا مش قلت 100 مره ما تشربش من مسدس الميه؟ بهزر يا ماما.